تعالي تعالي يا عروسه تعالي. عمر انا كنت عايزه اقول لك على سر. سر؟ قبل ما نبدا كده اي حاجه وقبل ما نخش وناكل ونبدا حياتنا كنت حاجه مخبيها عليك كده. قولي يا فاطمه، في ايه؟ بص، هو انا اصلا اتولدت بحاجه من وانا صغيره كده، ان انا عندي اعاقه في رجلي اطول من رجلي، بس ما كنتش عايزه اقول لك هنا عشان خاطر ما تسيبنيش تبعد عني. يا ستي دي حاجه بسيطه، مفيش اي مشكله يعني. انت وقعت قلبي والله، وبعدين الحاجه دي خليتك كبرت في نظري كتير يعني قوي. انت مش زعلان مني لا يا بابا دي خبيت حاجه، عنك؟ لا يا بابا مفيش اي مشكله، دي حاجه بسيطه وكلنا معرضين ليها يعني. انت وقعت قلبي، انا دماغي راحت في حته ثانيه. مين؟ ايه يا عم انتوا دخلتوا ازاي؟ ايه دخلنا ازاي يعني؟ انتوا دخلتوا ازاي؟ ده عمر نايم جوه حتى. ابني عامل لي مفتاح انا مش قصدي والله. للشقة، انا اسفه. اخش في اي وقت. كنتش اعرف يعني، انا اسفه. عمر ما قاليش الصراحه. معرفش والله. تخش يا بنت اتفضلي. السلام عليكم. ايه يا حبيبي منور ازيك يا الدنيا. حبيبي، اخبارك ايه؟ هي مش قصدها حاجه، انا أمال كنت إيه بلبس يعني؟ عشان نازل. هي بس كل الموضوع اللي هو اتفاجئ. انا هقول لك بصراحه، انا عملت نسخه مفتاح لبابا عشان خاطر لما نيجي نسافر ولا رايحين نصيف ولا في حته نبقى عندنا حد بيطمن على البيت يعني. امال ايه يا عمر؟ مراتك متضايقه مننا ولا ايه؟ لا طبعا ده البيت بيتك يا حبيبتي. لا بس شكلها متضايقه يعني ان احنا بنيجي عندك. خلاص لو متضايقه مش هنيجي تاني. يا حبيبتي الموضوع مش كده والله، يا بيتكم ومطرحكم. اتفضلوا اتفضلوا تعالي. تعالى يا بنت خش. ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ ازيك اخبارك يا ايه؟ عمر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه رايحه فين كده؟ خارجه مع اصحابي شويه. طيب بالمناسبه دي انا جيت اقول لك ان عيد ميلاد مراتي الاسبوع الجاي. اه انا عارفه والله، كنت عايزه اسالك اجيب لها ايه، بس فكرت كده ان انا اجيب لها بوت. ايه رايك؟ بوت؟ انت ما لقيتيش غير الهديه دي؟ طب بص بقى، يعني وانت بتجيبي البوت ده اعملي حسابك ان انت تخلي يعني نمره اكبر من نمره. ليه ده؟ ليه ده؟ يعني عشان هي مراتي عندها رجل اطول من رجلي وكده وانا المفروض ما كنتش اعرفها حاجه زي دي، بس هي عشان ده سر وقالته لي وبيني وبين مراتي. فانت طبعا طالما هتجيبي هديه زي دي يعني لازم تعملي حسابك في كده. طب ليه ما قلتلناش على كده من بدري؟ يا ستي دي حاجه تخصنا انا ومراتي، ما تشغليش بالك، خدي بالك على نفسك. وما ابوك يجي يبقى سلمي لي عليه عشان نروح الشغل انا. حبيبتي منوره. ده بنورك يا حبيبتي. عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا روحي. بصي انا جبت لك هديه كده. الله، هديه مقبوله. بصي انا جبت لك بوت، الله جميل. بس في مشكله. مشكله ايه يا روحي؟ يعني انا جايباه لك نمره اكبر من نمره. ده ليه ده؟ ان شاء الله موضه جديده. لا عمر كان قايل لي بس ان انت عندك اعاقه صغيره في رجليكي، فعشان كده جبت لك نمره اكبر من نمره. يعني ايه عمر يقول لك حاجه زي كده؟ اصلا إيه ده يا اصلا جماعة؟ بيقول بتزعقوا في ليه؟ ايه؟ تعالى شفاطك بتقول ايه؟ يعني في انا ما إيه؟ قلتلهاش حاجه، انا بقول لها انا جبت لك بوت بس في فرده نمره اكبر من نمره. بس يا عمر انت افضل كده طلع الاسرار اللي بينا بره. انا غلطانه ان انا قلت لك حاجه زي كده. اوعي كده. في يا هند؟ في يا هند؟ انت بتقولي حاجه زي كده ليه يا هند؟ ده سر ما بيني وما بينها. انا بقول لها عادي، انا بقول لها انا جبت لك بوت بس في نمره اكبر هند من انا نمره. لما جيت عشان البيت أشوف. عندك عند بابا وشرحت لك ان عيد ميلاد مراتي الاسبوع الجاي وقلت لي هجيبها بوت، انا قلت لك السر ده عشان وانت بتشتري تعملي حسابك في كده عشان البوت ما يترميش، مش قلت لك تروحي تقولي لها السر اللي عمر قاله لك. ما انا كنت بعرفها. انت بتوقعي يا هند ولا لا، مش ما قصدك؟ بوقعش. امال ايه بالظبط يعني؟ خلاص انا مش هاجي عندكم تاني، انا اسفه. بس انت مش بقولك ما تجيش، بس انت خلاص عملت أنا شكلي مشكله. عملت مشكله فعلا، انا عملت مشكله، انا اسفه ان انا جيت. كل سنه وهي طيبه. استغفر الله العظيم يا رب. يا فاطمه تفضلي ضربه البوس كده يا فاطمه؟ يعني هي إيه؟ ماشيه زعلانه على فكره. هو انت جاي تزعل عشان تزعل اختك برضه يا يا بابا عمر؟ انا مش قصدي. يعني انت عاجبك كده ما تيجي تعكن عليا في يوم زي كده؟ يوم فرحتي. يا حبيبتي بصي ده هفهمك ده حاجة. اخرة السر هي اللي مش كان بيني قصدها. وبينك. يابا هي مش قصدها، انا والله انا عارف المفروض ما يعني أطلعش ايه تقول لي السر ده. مقاس ومقاس؟ يعني تقول لي نمره اكبر من نمره يا عمر؟ يعني انا غلطانه ان انا صارحتك؟ يا حبيبتي انا مش قصدي وانت فوق دماغي، كل الموضوع ان انا صارحتها والله ما ادي قصدي اخرة أطلع. الصراحه أنا بتاعتك مش جاي قصدي. تقول لي كده في بيتي يا عمر. اتفضل اتفضل. في يوم زي كده بقى تكسر فرحتي بقى، جاي تقول لي نمره ونمره، انا شكلي ايه قدامها بقى؟ يا حبيبتي انت فاهمه الموضوع غلط. انا جيت صرحتك عشان انت هتبقى جوزي، انت يعني انت خلاص جوزي وخلاص. صرحتك من قبل ما نخش وقبل ما نبدا اي حاجه وقبل ما نبدا حياه جديده. صرحتك عشان انا حباك، مش عشان تروح تفضحني قدام باباك ممكن واخواتك. تسمعيني؟ انا سمعتك. كل الموضوع ان انا ما كانش قصدي ان انا اطلع السر، كل الموضوع قالت لي انا هجيب لها هديه بوت في عيد ميلادها، رحت انا قلت لها خدي بالك هاتي نمره اكبر من نمره عشان رجليها، والله ما قصدي اطلع وزي ما السر. تقول سر زي كده هتقول اسرار تانية كتير، يا وهي ست لا. هتروح تقعد مع صحباتها وهتروح تقعد مع اهلك وكده وهتقول بقى يا ست السر اختي اللي مش هي. وحشه كده والله. لا، ما اللي خلاها تيجي تقول لي حاجه زي كده في وشها تتكلم في ظهري. يا ستي حقك عليا، انا مش والله انا غصب عني واسف بجد ما تزعليش. خلاص يا مان، دي كسره اصلا خلاص. ايه ده؟ في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ ايوه في ايه؟ يعني انت داخله كده هي ايه بوكاله من غير بواب؟ هو ايه اللي وكلام المره اللي فاتت سكت عشان باباكي وعمر قال لي هو عامل نسخه لباباكي، انت بقى المره دي داخله على اساس ايه؟ اخدت
النسخه بتاعت بابا. يعني ايه خدت النسخه بتاعت بابا؟ هو البيوت ما فيهاش خصوصيه خالص؟ ده بيت اخويا. يعني ايه بيت اخوكي يعني؟ ما انا مش بيت أخويا، فاهمه. في نفس الوقت ما فرض ان عايزة انا قاعده أطلع. على راحتي، ده بيتي، يا حول الله يا رب. وبعدين انت رايحه تقولي لبابا على موضوع البوت؟ على فكره انا ما كانش قصدي اصلا. ايه اللي ما كنتش قاصده يعني ايه ما كنتش قاصده؟ صغيره انت مش عارفه انت بتتكلمي ازاي اصلا. بقول لك ايه، انت بتعملي كل ده عشان ما يجيلكيش البيت تاني؟ خلاص انا مش داخله لك بيت تاني اصلا. في ده يا حبيبتي احسن يبقى عندك دم، خلي لا، عندك هي دم مكان- وكرامه. الو، ايه يا بابا؟ يرضيك يا بابا اللي بيحصل منها يعني؟ يرضيك المره اللي فاتت يوم عيد ميلادي تيجي تكسرني وتكسر بخاطري وتقولي جبت لك بوت نمره اكبر من نمره؟ يعني ده ذنبي؟ والمره دي داخله كده وانا قاعده وتقولي اصل انا خدت المفتاح من بابا وتشتمني وتمشي وتسيبني؟ ينفع اللي بيحصل؟ هتقبلوا عليها؟ والله هو اللي انت شايفه. هي جت قالت لي كده، شتمتني في بيتي. لا، ما انا مش هروح اقول لعمر عشان ما اعملش مشاكل، انا بحكي لك انت وبكبر بيك انت. طيب ماشي اللي انت شايفه، خلاص اوكي ماشي. ايه انت اللي عملتيه النهارده في بيت اخوك؟ في يا بابا عملت ايه؟ ايه عملت ايه؟ مش تخبطي على البيت؟ ايه المشكله يا بابا؟ انا خدت المفتاح ودخلت. كل بيت ليه خصوصيات. ماشي يا بابا، ازاي ما يعني؟ عملتش مشكله، بيت اخويا اخش وقت ما انا يا عايز. ستي على عيننا وراسنا، يا ستي كتر خيرها. كتر خيرها وشايله اخوكي. يعني هي وشايلانا. بابا عليا وتيجي تبهدلني؟ مش تبهدلك في ايه؟ هي تقولي هي تبهدلك في ايه؟ ده هي بهدلتني وهنتني في بيتها. من غير سبب. كل فعل ليه رد فعل، انت غلطانه وهيجيلك في يوم من ايام مسيرك هيتعمل فيكي زي ما بتعملي فيها. انا هو ما عملتش فيها حاجه. طول ما في بتصدقوا عليا. لا لا هي بتصدق. عمري في حياتي ما هتنصفيها، انت هتنصفي نفسك عليها. دي حطيها حلقه في ودنك، زي ما انت بنتي هي بنتي. فاهمه ولا مش فاهم؟ حطي دي حلقه في ودنك. البنت الله الوكيل قايمه بدورها 10 على 10 مع اخوك اللي هو جوزها، مع حماها اللي هو انا ابوكي. ماشي؟ يا ريتك لما تتجوزي تتعلمي منها وتاخدي منها نصايح، اما عشان تعايريها ببيتها. بتعايري مين؟ دي مرات اخوكي، يعني اختك. بتعايريها؟ ما عيرتهاش، ما لا كانش بتعايريها. لا ما كانش قصدي. لا عايرتيها. لا ما كانش قصدي. لا دي كلمة كبيرة، كلمة جامدة، اتهانت البنت. دي نصيحة لكل أب وكل حما إنه عمره في يوم من الأيام إنه يفرق بين مرات ابنه وبين بنته، فلازم يعامل مرات ابنه زي بنته بالظبط، يحتضنها عشان الدنيا تمشي يا بنتي. ايوه المفروض كلنا، يعني مش عشان خاطر بنته يجي على بنته يجي على مرات ابنه عشان خاطر بنته. لا، نصيحه لاي حد بيشوف الفيلم ده ان لازم مرات الابن تتعامل زي البنت بالظبط.